الأرض ملك مين؟ أهلاً بيكم في الحكاية إيه؟ في ناس بتقول إحنا أصحاب الأرض، وناس تانية بتقول دي أرض الأجداد، وفي وسط كل ده في أرض ساكتة بتسمع وبتشوف بس مش بتتكلم. فلسطين، أرض الأنبياء، أرض الدم وأرض الوعد. ناس كتير ادعوا إنها ليهم من قبل ما يبقى فيه تاريخ مكتوب، وكل واحد عنده رواية، بس محدش سأل السؤال الأهم: مين أول واحد حط رجله على الأرض دي؟ مين سكن؟ مين بنى؟ ومين مشي؟ ومين رجع وقال دي بتاعتي؟ تعالوا نحكي الحكاية من أولها ونشوف الحكاية إيه. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. من آلاف السنين وقبل ما يكون في حضارات ولا أسماء، كان في بشر عايشين على أرض فلسطين، بيصطادوا وبيزرعوا وبيبنوا بيوت بسيطة. ناس عايشين حياة بدائية لكن عقولهم مش بدائية. الناس دول بنسميهم دلوقتي النيوليتيين، وسابوا وراهم آثار بتقول إنهم عاشوا في مدينة اسمها أريحة. أريحة مش بس أقدم مدينة في فلسطين، دي أقدم مدينة مأهولة في العالم كله. سكنها الناس من أكتر من 10,000 سنة، بنوا فيها بيوت وعملوا أسوار حجر، وكان عندهم نظام زراعة وتخزين مية، وده كله قبل أي حضارة مكتوبة. والمثير للدهشة إن مدينة أريحة أقدم من الحضارة الفرعونية بحوالي 4,000 سنة، وأقدم من السومريين في العراق. يعني لما مصر كانت صحراء، أريحة كان فيها ناس عندهم تخطيط وبنى وتحضر. وبعدهم جه شعب جديد من نسل سام ابن نوح، وعلشان كده بيتسموا الساميين. منهم الكنعانيين اللي جم من الجزيرة العربية وسكنوا فلسطين، وبنوا مدن كبيرة زي أريحة، القدس ويافا. كان ليهم لغتهم، ديانتهم ونظامهم، وكانوا أول ناس في المنطقة دي يزرعوا ويبنوا ويكتبوا. واللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش إن الكنعانيين ما كانوش مجرد سكان، دول انتشروا بثقافتهم في كل الشام، وساهموا في نقل الأبجدية اللي كانت نواة الأبجدية الفينيقية، ومنها اليونانية ومنها اللاتينية اللي بنكتب بيها النهاردة. وفي الوقت ده ربنا أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه يسيب العراق ويروح لأرض كنعان. سكن سيدنا إبراهيم في الخليل واتدفن فيها، وبعده جه ابنه إسحاق، ومنه جه يعقوب اللي اتسمى إسرائيل. ويعقوب خلف 12 ولد بقوا أسباط بني إسرائيل. بس المجاعة خلتهم يسيبوا الأرض ويروحوا يعيشوا في مصر، وهناك اتحولوا من ضيوف لعبيد تحت حكم الفراعنة. بعد سنين طويلة بعت لهم ربنا سيدنا موسى عليه السلام وخرجهم من مصر، وكان الهدف إنهم يرجعوا لفلسطين. لكن لما عرفوا إن فيها قوم جبارين خافوا، فربنا حرم عليهم الأرض دي 40 سنة، فضلوا تايهين في الصحراء لحد ما مات سيدنا موسى من غير ما يدخلها. والمثير إن التوراة نفسها بتقول إنه بني إسرائيل ما كانوش أهل حرب ولا عمرهم عاشوا على أرض فلسطين باستقرار قبل ده. وده بيوضح إن علاقتهم بالأرض ما كانتش وجود دائم، بل كانت محاولات استقرار وسط شعوب تانية كانت أقوى. اللي دخلهم بعدها كان يوشع بن نون، لكن الأرض ما كانتش فاضية، كانت مليانة شعوب تانية، كنعانيين، عمونيين، مؤابيين وغيرهم. ما احتلفوش كل الأرض، عايشوا جنب الشعوب دي وأحياناً حاربوهم. ولغاية فترة داود وسليمان ما كانش ليهم ملك مركزي. داود النبي الشجاع قتل جالوت وبقى ملك على بني إسرائيل، لكن ملكه كان على شعبه مش على كل فلسطين. وبعده جه سيدنا سليمان، وربنا أعطاه قوة غير عادية، سخر له الجن والريح والطير، وكان حكيم وعادل، وبنى مسجد بيت المقدس. لكن بعد وفاته مملكته اتقسمت وسقطت بسرعة، حتى إن التاريخ ما سجلش لبني إسرائيل سيطرة كاملة على أرض فلسطين إلا حوالي 70-80 سنة بس. وده يعتبر فترة قصيرة جدا مقارنة بالتاريخ الأرض اللي مليان حضارات لآلاف السنين. اتقسمت لمملكتين، إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب. الشمال سقط في إيدين الأشوريين، والجنوب في إيدين البابليين، واتسبى شعبهم واتشتتوا، واختفى الكيان اليهودي من الأرض. وبعدهم جم الفرس، ثم اليونان، بعدين الرومان. وخلال الاحتلال الروماني جه السيد المسيح في الناصرة، ومن فلسطين بدأ دعوته. لكن الرومان صلبوه بحسب رواية النصارى، واضطهدوا أتباعه،
وفضلت فلسطين تحت سيطرتهم لحد ما جه الإسلام. لما جه الإسلام دخل سيدنا عمر القدس من غير حرب باتفاق مع أهلها، وكتب العهدة العمرية اللي ضمنت لكل الناس حق العبادة. وسبحان الله، عمر وهو في القدس رفض يصلي في كنيسة القيامة علشان المسلمين ما ياخدوهاش ذريعة بعد كده ويحولوها المسجد. يعني حتى في النصر كان عادل. وبنى المسلمين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ورجعت الأرض لأهلها بهدوء وسلام. ومن يومها وعلى مدار قرون كانت فلسطين مش بس أرض أنبياء، لكن كمان مركز علم فيها مدارس ومساجد ومكتبات. وكان بيجيلها الرحالة والعلماء من كل مكان، من ابن بطوطة لغاية المقريزي. النهاردة في ناس بتقول أجدادنا عاشوا هنا، يبقى الأرض بتاعتنا. بس الأرض مش ورث، والحق مش بيتورث بالدم. فلسطين مرت عليها حضارات وشعوب، لكن دايما كانت بترجع لأهلها الحقيقيين. وأنا بكتب وبدور فهمت إن فلسطين مش بس أرض، دي مسرح كبير. كل حضارة عدت سابت مشهد وسابت أثر، لكن اللي بيبقى في الآخر مش اللي جه ولا اللي مشي، اللي بيبقى هو الحق. والحق دايما واضح حتى لو حاولوا يغطوه. ودي كانت الحكاية إيه؟ حكت لكم القصة من أولها، والقرار في الآخر ليكم. بس قبل ما تمشوا اعملوا الخير وشاركوا الفيديو ده، يمكن يوصل لحد بيدور على الحقيقة ومش لاقيها. اكتبوا رأيكم في التعليقات وقولولي شايفين مين فعلا صاحب الأرض. وما تنسوش اللايك، لأن هو اللي بيخلي الحكاية توصل لناس أكتر. واشتركوا في القناة علشان لسه عندنا حكايات كتير، ولسه الحكاية إيه ما خلصتش.